لو في مشوار حد فينا بدأه ومكملوش، أو هدف معين كل مرة بنقع قبل ما نوصله، يبقى لازم نقف لحظة. خلينا نكتشف سوا إيه هو الطريق الحقيقي للاستمرارية، طريق البرسيست باث. خلينا نبدأ بأكتر حقيقة ممكن تكون بتوجع، الحقيقة الصادمة. لو الواحد فينا مستني اللحظة المثالية اللي يجيله فيها الحماس عشان يبدأ، الإجابة قاسية شوية، عمره ما هيستمر. لا، المشكلة مش فينا. الموضوع مش إننا أشخاص إرادتها ضعيفة أو كسلانة. الحكاية الحقيقية أعمق من كده بكتير. الحكاية إن في خدعة بسيطة جدا بتحصل جوه عقلنا، وإحنا أغلب الوقت مش واخدين بالنا منها خالص. وعشان نفهم، تعالوا نفكك أول جزء في الخدعة دي، وهي يمكن تكون أكبر كذبة صدقناها في حياتنا، كذبة التحفيز. إحنا اتربينا على فكرة إن البداية لازم يكون شكلها مبهر، لازم يكون في حماس جبار، وفيديوهات تحفيزية شغالة في الخلفية، ومزيكا عالية بتدينا دفعة طاقة وهمية. بقينا بنربط فكرة النجاح بالانفجار اللحظي ده. بس هنا في سؤال لازم نسأله لنفسنا بمنتهى الصدق. لو كانت الطريقة دي هي اللي صح، ليه كل مرة بنبدأ بنفس الحماس ده وبنلاقي نفسنا بعد يومين 3 رجعنا لنقطة الصفر تاني؟ إيه اللي بيحصل غلط؟ الإجابة موجودة في نظام التشغيل اللي عقلنا كلنا شغال بيه. ومهم قوي نفهم إن العقل مش عدونا، لأ، لكنه ببساطة بيشتغل بكود برمجي قديم قوي، هدفه الأساسي والوحيد هو البقاء. الكود ده عنده مهمة واحدة بس، مهمة مقدسة، وهي توفير الطاقة بأي شكل وبأي تمن. أي مجهود جديد، أي تغيير في الروتين اليومي، عقلنا بيترجمه فوراً على إنه خطر بيهدد مخزون الطاقة بتاعنا. المعادلة بتاعته بسيطة جدا. العقل بيحب أي حاجة سهلة، معروفة، ومش محتاجة تفكير. بيحب الروتين، وفي المقابل بيقاوم بشراسة أي مجهود جديد، أي طريق مش واضح. وأكتر حاجة بيقاومها وبيكرهها هي الاستمرارية، لأنها أكبر حاجة بتستهلك طاقة. ودي أهم نقطة محتاجين نستوعبها كويس قوي. لما نحس بمقاومة داخلية تجاه أي عادة جديدة بنحاول نبنيها، ده مش كسل مننا، دي مش غلطتنا، دي مجرد آلية حماية طبيعية جدا عقلنا بيستخدمها عشان يحافظ على الطاقة. طيب، بما إننا فهمنا طريقة تفكير العقل، تعالوا نشوف ليه الاعتماد على المشاعر وتحديداً الحماس يعتبر استراتيجية فاشلة تماماً على المدى الطويل. التحفيز في النهاية هو مجرد شعور، والمشاعر بطبيعتها متقلبة، عاملة بالظبط زي موج البحر، يوم فوق ويوم تحت. مستحيل فعلا إنها تثبت على حال واحد. حياتنا كلنا عبارة عن كوكتيل من المشاعر دي. النهاردة الواحد ممكن يكون متحمس جداً، وبكرة تعبان ومش قادر يتحرك، وبعده قلقان من حاجة. لو بنينا نظامنا كله على شعور واحد بس منهم، وهو الحماس، النظام ده مصيره إنه ينهار أول ما الشعور ده يختفي. وأكتر مثال كلنا عشناه هو الجيم. بنروح أول يومين بمنتهى الحماس والطاقة، يجي اليوم الثالث نصحى من النوم حاسين إننا مش في المود، خلاص الحماس راح. والقصة دي بتتكرر مع أي حاجة جديدة بنحاول نعملها في حياتنا. وهنا بيجي السؤال المهم بجد، لو الحماس مش موجود النهاردة، إيه اللي المفروض يخلينا نكمل؟ لو مفيش إجابة واضحة ومحددة للسؤال ده، يبقى إحنا ماشيين من غير نظام. ومن هنا بقى بيبدأ يظهر الحل. الحل مش وصفة سحرية، لكنه اتفاق جديد، اتفاق ذكي بنعمله مع عقلنا عشان نتجاوز المقاومة بتاعته. خلينا نسميه اتفاق الدقيقتين. لازم نفهم ونستوعب إن الناس المستمرة دي مش كائنات خارقة ولا إرادتهم من فولاذ. هم كل الحكاية إنهم فهموا اللعبة، عرفوا إزاي يعملوا اتفاق جديد مع عقلهم، اتفاق العقل نفسه ما يقدرش يرفضه. الاتفاق ده قايم على قاعدتين بسيط جدا. القاعدة الأولى: اوعى حد فينا يدخل في مفاوضات مع عقله الصبح، دايما هنخسر. القاعدة التانية: صغر المهمة المطلوبة لأقصى درجة ممكنة، لدرجة تخلي فكرة رفضها تبان سخيفة. صغر المهمة لحد ما توصل للرقم ده، دقيقتين بس. يعني لو الهدف هو القراءة، يبقى نقرأ صفحة واحدة بس في دقيقتين. لو الهدف هو التمرين، يبقى نعمل تمرين واحد لمدة دقيقتين. لو بنتعلم لغة، يبقى نفتح التطبيق ونتعلم كلمة واحدة في دقيقتين. عقلنا مستحيل يلاقي حجة منطقية عشان يرفض مهمة بالبساطة دي. دقيقتين مش بيمثلوا أي تهديد لمخزون الطاقة بتاعه. ومن هنا بنبدأ نبني طريقنا الخاص للاستمرارية. فلسفة البرسيست باث مش في مطاردة شعور الحماس المؤقت، لكن في بناء نظام عملي نقدر نمشي عليه حتى في أسوأ أيامنا، الأيام اللي ما عندناش فيها أي طاقة. والنظام ده ليه 3 قواعد أساسية. الأولى: نبدأ صغير جدا زي ما اتفقنا، دقيقتين وبس. التانية: نثبت ميعاد معين للعادة دي ونربطها بحاجة بنعملها كل يوم أصلا، زي بعد ما الواحد يشرب قهوته الصبح، ده بيحولها لجزء أوتوماتيكي من الروتين. التالتة ودي الأهم على الإطلاق: نتجاهل شعورنا تماما،
مش مهم حاسين بإيه، المهم إننا نقوم ونعمل الدقيقتين بتوعنا وخلاص. ولو في جملة واحدة بس هنطلع بيها من الشرح ده كله، خليها تكون الجملة دي: الاستمرارية مش إحساس بيجيلنا لما نكون في المود، الاستمرارية قرار واعي بناخده كل يوم بغض النظر عن شعورنا في اللحظة دي. لو حسينا إن الكلام اللي فات ده بيوصف حالنا وإن في حاجة جوانا اتحركت وفهمت، فده معناه إننا بالفعل بدأنا نمشي على الطريق الصح. لو حابين تكملوا معانا على الطريق وتشوفوا محتوى يساعدنا نبني نظامنا الخاص، فدعمكم هيفرق جدا. اللايك هيساعد الشرح ده يوصل لناس أكتر محتاجاه، وتعليقاتكم بيفتح باب للنقاش كلنا بنستفيد منه. والأهم، اشتراككم في قناة Persist Path وتفعيل الجرس هيخليكم جزء من رحلتنا المستمرة دي.